السلام عليكم. النهارده هناخد اهم بارازيت موجود في عائله التريماتود الا وهو الشيستوزوما هيماتوبيا. بدايه الشيستوزوما هيماتوبيا دي بنقول عليها البلاد فلوكس. ليه بنقول عليها البلاد فلوكس؟ لان هي بتعيش في بلاد فيسلز معينه وفي اورجان معين هنعرفه حاليا. اما الديزيز اللي بتسببه فهي بتسبب يورينري شيستوزوميوزيس او بلهارزيزيس. من اسم المرض كده فهي قاعده في اليورينري، بتسبب شيستوزوما في اليورينري. تمام. فنقدر نقول الهابيتات فين بالظبط؟ هي قاعده في الفينوس بلكسس بتاعه اليورينري برادر. طبعا كاورجان ده يورينري برادر، فاكيد في دم جايله بيديله الغذاء، وكمان في دم طالع منه هو اللي بياخد الدم الغير المؤكسج بيوديه للهارت عشان يضخه ويعمل السيركيليشن مره اخرى. ليه انا بقول لكم السيركيليشن؟ لان هي مهمه جدا في اللايف سايكل بتاعت الشيستوزوما. طيب لو كنا عاوزين نعرف المورفولوجي والشكل بتاع الشيستوزوما، هنا الشكل بتاعها هي طبعا كل التريماتود بتبقى سنجل، كلها هيرمافروديت. يعني ايه هيرمافروديت؟ يعني فيها العضو الذكري والانثوي قاعدين في نفس البرازيت، يعني ما فيهاش ميل وفيميل ما عدا الشيستوزوما. الشيستوزوما هنا فيها الميل والفيميل، والفيميل بتكون راوندد، بينما في التريماتود كان كلهم فلات، والميل فلات ولكن عامله ايه؟ زي ثانيه كده، عامله زي ايه؟ غلاف كده، اكن انا جبت ورقه ورحت طبقتها كده وحطيت جواها الفيميل. يعني انتوا شايفين كده ده الميل، تمام، واكن هو فلات لكن فولدد عشان ياخد جواه مين؟ ياخد جواه الفيميل. فالقناه اللي عاملها دي اسمها جوينيكوفوريك كانال عشان ياخد فيها الفيميل. اما على الاكسترا سايكل، فلو تخيلنا ان معانا انسان والانسان ده مصاب بشيستوزوما هيباتوبيوم، وهي طبعا بتجي في اليورينال بلادر، فالانسان ده اول ما يروح ويقضي الحاجه بتاعته في الترعه، فبينزل اليورين ده في الترعه بيكون محمل بالايج بتاعه الشيستوزوما هيباتوبيوم اللي قاعده في اليورين. فاول ما بتنزل الايج دي بتنزل في الترعه بيكون الوسط المناسب بتاعها يروح يحصل لها هاتشت عشان تطلع منها الميراسيديوم. الميراسيديوم ده بيلاقي السنيل المختص بتاع الشيستوزوما هيباتوبيوم. طب ايه السنيل المختص بتاعه؟ هو البولوناس ترانكيتس. اول ما بيروح فيه بينمو اسكشوال، يعني بيتكاثر كده ويتحول لسبوروسيست بعدين يتحول لسيركاريا. اتفقنا ان كل التريماتود بتعدي على وسط الريديا، يعني بعد سبوروسيست بعدين تروح تتحول لريديا بعدين تتحول لسيركاريا، الا الشيستوزوما ما فيهاش تورس موريديان. تمام. تروح تتحول لسيركاريا. طيب السيركاريا هنا ايه نوعها؟ بتكون نوعها فوركو سيركس سيركاريا. فوركو سيركس سيركاريا دي اول ما الانسان ده يروح يستحمى مثلا ينزل في الترعه دي وبتكون موجوده فيها الفوركو سيركس سيركاريا، بتروح تخترق الجلد، بتعمل سكين بنتريشن. طيب ازاي بتعمل السكين بنتريشن؟ من خلال البروتيليتيك انزيم اللي بتفرزها، ومن خلال كمان الديل اللي موجود فيها ده بيساعدها ان هي تخترق. يبقى هي بتعمل تدويب للجلد كده، بعدين بواسطه الديل بتاعها بتقدر تخترق الجلد. اما عن الانتراسايكل اي دوره الحياه داخل الانسان، فبعد ما الفوركوسيركس السيركاريا واحنا اتفقنا ان هي اخترقت الجلد بواسطه البروتيليتيك انزيم وبواسطه التيل بتاعها، اول ما بتدخل الجلد بتروح تفقد التيل بتاعها تتحول لحاجه اسمها شيستوزوميول. الشيستوزوميول ده بيكون تحت الجلد بيدور على اقرب بلاد فيسلز عشان يدخل جواه، وبيدخل اكتر في الفين لان هو اصلا بيعيش في الاخر في الفين. تمام. بيروح مع السيركوليشن كده بيروح بعدين يوصل لللنج. بعد ما بيوصل لللنج يروح بعدين للبورتال فين اللي موجود في الليفر. في البورتال فين اللي موجود في الليفر هو بينمو بيتحول يكبر كده ويتحول لادلت ميل وفيميل. الميل تتزوج الفيميل، وبعدين زي ما اتفقنا الميل بيشيل الفيميل في جوينيكوفوريك كانال ويروح يمشي بيها على الهابيتات بتاعهم، البيت بتاعهم اللي هيسكنوا فيه خلاص، اللي هيعملوا فيه البويضات بتاعتهم. تمام. فبيروح يمشي ويروح للبلفيك اند فازيكال فينس بلكسس، هو ده المكان بتاعهم اللي موجودين فيه عشان ينزلوا البويضات بتاعتهم. طيب هم حاليا بيكونوا مثلا موجودين هنا، بيروحوا هو بيكون هنا بيكون عكس اتجاه سريان الدم، عشان كده انا كنت بحكي لكم على السيركوليشن. فطبعا انتوا عارفين ان الفين رايح ماشي الدم كده عشان يروح يوديه للهارت، هو بيجي عكس سريان اتجاه الدم في الفين، يروح يسيب الفيميل عشان تحط البويضات هنا. وهتعرف اكتر بعد السلايدات اللي بعديها ازاي بتتم العمليه دي. بعد ما عرفنا الاكسترا سايكل والانترا سايكل، حابين نعرف مين الديفينيتيف هوست، مين الانترميديت هوست، مين الديagnostic ستيج، عشان نقدر نجمع المعلومات كلها كده مع بعض. تمام.
طيب احنا لو قلنا مين الديفينيتيف هوست، مين العائل النهائي اللي احنا وصلنا ليه اللي هو جاء في المرض؟ هو اكيد المان. طيب مين هو المان ده نزل البويضات، فهي دي اللي بنقول عليها diagnostic ستيج. تمام. طيب مين المود اوف انفكشن؟ ازاي بيحصل المود اوف انفكشن؟ ده بواسطه سكين بنتريشن. سكين بنتريشن بواسطه مين؟ بواسطه الفوركوسيركس سيركاري. طيب احنا قلنا بواسطه سكين بنتريشن. طيب في طريقه ممكن ينتقل منها المرض ده غير السكين بنتريشن؟ هقول لك من خلال ان احنا نشرب ميه. الميه دي بتكون متلوثه بالفوركوسيركس سيركاريا، ولكن بتحدث في حاله واحده، ان هي لو نزلت في الاستومك هتروح تموت بالاتش سي ال. طيب ما هي اللي كده لو نزلت في الاستومك هتموت بالاتش سي ال. طيب امتى بيحدث المرض؟ لو احنا شربناها وراحت لزجت بالسكر بتاعها في الميوكوزا بتاعت الماوس، بتروح زي ما قلنا كده ان احنا بتروح تنزل البروتوليتيك انزيم وبالتيل بتاعها وبتخترق المنطقه دي، وبتروح تلاقي اقرب بلاد فيزلز وبتروح مع السيركوليشن زي ما حصل في السكين بنتريشن. تمام. طيب احنا نقدر نقول مين الانفكتيف ستيج؟ هنا الانفكتيف ستيج طبعا اللي سببت واللي اخترقت هي الفوركوسيركس سيركاري. طيب مين الانترميتد هوست؟ هي البولوناس ترانكيتس. طيب مين الهابيتات واللي كانت قاعده فيها ونزلت البويضات؟ هي البلفيك اند فازايكال فينوس بلكسس. اما عن الباثوجينيزيس، اي ازاي بيتكون المرض، احنا زي ما اتفقنا ان الهابيتات بتاعتهم بتكون في البلفيك اند فازايكال فينوس بلكسس. زي ما اتفقنا ان ده اورجان يورينال بلادر، فجاي له دم عشان يغذيه، وبعدين طالع منه الفين اللي بيجي بيمشي الدم كده عشان يروح للهارت. طيب زي ما اتفقنا احنا قلنا البرازيت بتاعت الشيستوزوما دي بتاجي عكس التيار بتاع الدم. يعني ازاي؟ يعني هي بتكون جايه كده وتيار الدم ماشي كده. تمام. فالشيستوزوما من صفاتها ان هي بتبقى كبيره، وخصوصا الميل هنا بتبقى اكبر من الفيميل، فبتجي عند الفينيول الصغيره فهي ما بتعرفش تدخل منها، فبتضطر ان هي تسيب الفيميل عشان تروح تضع البويضات بتاعتها في الفينيول الصغيره دي، والاج دي بتقدر ان هي تخترق الفينيول الصغيره دي وتروح لليوروناري بلادر وول، او ان هي تنزل مع الستول. طيب ازاي بتخترق الاج دي الوول بتاع الفين؟ بتخترق من خلال البروتيليتيك انزيم اللي هي بتفرزها، والاسباين التيرمينال سباين اللي هي موجود فيها ده، ان هو زي ما انتم شايفين هو محدد ومسند، ده بيقدر ان هو يخرم الفينيول الصغيره ده. وكمان البريشر بتاع الفين مع ان في ضغط، فده بيساعد اكتر ان هي الاج دي تخترق الفينيول الصغيره دي. تمام. تمام. طيب الاج ده من جسم غريب، الجسم بتاعي بيتعامل كانه هو جسم غريب، فبيروح ايه يعمل حواليه جرانيولوما. وبعد ما الجرانيولوما تحصل في الحالات المتطوره وانا ما عالجتش اصلا الاج دي، ما اديتهاش علاج، ولا اكتشفت اصلا ان في شيستوزوما دخلت للعيان البيشنت ده، فبتروح تتحول ويبقى من حواليها فايبروزس. طيب بعد ما عملت فايبروزس وكده، طيب هل الفيميل دي هتفضل قاعده هنا بعد ما حطت الايج؟ لا، هي بتروح ترجع تاني للميل، وبعدين بيروحوا مكان تاني، يعني بيروحوا لمكان تاني لفين تاني عشان يضعوا عمليه البيض كده ويعملوا ايج ديبوزيشن. طيب بعد ما خلصنا كده، ففي طبعا احنا اتفقنا ان الايج في منهم راح لليورينال بلادر وول، وفي منهم نزل في اليورين، وفي منهم قاعد في الفينيول اصلا ما عرفش يخترق الفينيول ده، فاللي قاعد فيها ده بيعمل ايج امبوليزم. يعني اللي قاعد وما عرفش يخترق بيعمل ايج امبوليزم. طب الايج امبوليزم ده بيعمل ايه ومشاكله ايه؟ ده ممكن يروح على البورتال فين، يروح يعمل على البورتال فين فيعمل بورتال هايبرتنشن. والبورتال هايبرتنشن ده بيروح يعمل كل من الهيباتوميجالي والسبلينوميجالي. طب ازاي هو بيعمل هيباتوميجالي؟ تخيل كده ان في فين سادد الدم ان هو يرجع تاني للهارت، فيحصل كونجيشن للدم في الليفر فيحصل هيباتوميجالي. واصلا البورتال فين ده معتمد عليه الاسبرين، اللي هم اصلا السيركيليشن بتاع الدم يعتبر هم ما بينهم هم الاثنين، فبيحصل معاه كمان اسبرينوميجالي. وكمان بيحصل معاه اسيتس اللي هو استسقاء، اللي هو تلاقي بطن العيان ممتلئه كده وفيها استسقاء. كمان ممكن تروح لللنج وتعمل بالمونري امبوليزم. بالمونري امبوليزم ده تخيل كده ان في بالمونري امبوليزم في البلمونري
فين او الارتري اللي موجود في اللنج، ده بيروح يسبب ان الهارت ده في ناحيه الرايت بيحصل فيها ان الدم بيرجع ليها تاني، فبيسبب ان ممكن يؤدي الى ان الهارت ده يحصل له هارت فيلير. طبعا لو حصل هارت فيلير تلاقي ان الجسم من تحت حصل لور ليمب اديما، وبعدين يحصل اسيتس استسقاء، والجسم كله كده تلاقيه ايه اتنفخ لان حصل هارت فيلير. اما الكلينيكال بيكتشرز فالاعراض اللي بتظهر على البيشنت ده فهناخدها بالترتيب من اول ما حصل سكين بنتريشن. طبعا ادي ده السكين واخترق بواسطه الفورك سيركس سيركاريا. اول ما بيخترق بواسطه الفورك سيركس سيركاريا بيحصل في العيان كده حاجه اسمها سيركاريال ديرماتيتس، جايه من اسمها اللي هي السيركاريال، والديرماتيتس يعني التهاب في واسطه الاديمه والجلد بتاعك اللي هو الاحمرار ده. طيب تاني مرحلة هي الستيج اوف ميكريشن. ستيج اوف ميكريشن أول ما فورك سيركس سيركاريا اتفقنا إن هي بتدخل الجلد بتروح تفقد الديل بتاعها وبتتحول لحاجة اسمها شيستوزوميول. الشيستوزوميول ده اتفقنا إن هو بيلاقي أقرب بلاد فيسلز وبيدخل فيه وبعدين بيروح لللنج. أول ما بيوصل لللنج بيعمل حاجة اسمها فيرمينوس نيمونايتس. فيرمينوس جاية من كلمة دودة، ونيمونايتس يعني التهاب رئوي، التهاب رئوي بسبب الدودة ده. وكمان بعدين قلنا بيروح البورتال فين في الليفر فبيعمل اللارج تندر ليفر. وكمان بسبب ان ده جسم غريب فانا كجسم كده بتعامل معاه وبيحصل الرجي اللي هي حساسيه. طيب الستيج الثاني هو اوف ايج ديبوزيشن. طبعا انا الادلت ميل وفيميل كده راحوا وكبروا وراحوا للمكان بتاعهم الهابيتات وعملوا الايج ديبوزيشن. اول ما بيحصل الايج ديبوزيشن ده بيظهر على العيان حاجه كده اسمها تيرمينال هيماتوري. انا بقول ليه انا قلت كلمه اكيوت؟ اكيوت يعني في بدايه اكدبوزيشن، يعني في البدايه، يعني تو انا حاطط البويضات بيحصل حاجه اسمها تيرمينال هيماتوري. تيرمينال هيماتوري دي بتحصل بسبب ان الايج قاعد في البلادر وول. تمام؟ فانا كده كفيسيولوجيكال وازاي انا بنزل اليورين اول شويه خالص دول بينزلوا بدون اي تعب، من بينزلوا كده عادي. اخر شويه انا بضطر كميكانيزم كده من الجسم بتاعي ان انا بحصر اليورينال بلادر وول. فلما بحصر اليورينال بلادر وول وزي ما اتفقنا ان الايج بتبقى فيها تيرمينال نسبيا فبتروح تنحت وتسبب الدم ده، عشان كده احنا قلنا تيرمينال هيماتوريا. طيب الستيج الرابع هي ستيج اوف تيشور اكشن، دي بنقول عليها كرونيك. ليه قلنا عليها كرونيك؟ نقصد هنا ان الايج نزلت وقعدت فتره كبيره في البلادر وول دي، وزي ما اتفقنا ان هي عملت حوالينها جرانيلوما، عملت حوالينها فايبروزس. فايه الاحداث اللي بتحصل فيها؟ تحصل فايبروزس، تحصل سكندري بكتيريال انفكشن، تحصل رينال فيلير، تحصل مالجنسي. طيب ازاي بيحدث ده كله؟ هنعرف حاليا في السلايد اللي بعده. الستيج اوف تيشو رياكشن ده الكرونيك. لو تخيلنا اللي معانا اليورينال بلادر وادي اليوريتر وادي ده الكدني، وطبعا زي ما اتفقنا ان الشيستوزوما هيماتوبيا بتنزل الايج بتاعها، والايج بتاعها ده قعد فتره فحاط بواسطه الجرانيلوما، وبعد ما اتحاط بواسطه الجرانيلوما قعد فتره كبيره فاتحاط بواسطه الفايبروزس. والفايبروزس ده بيبقى جواه كده بيحبس جواه شويه يورين. فتخيل كده الوسط ده وسط مناسب خالص ان ينمو فيه بكتيريا، وسط مناسب خالص ان ينمو فيه بكتيريا. اول ما بتنمو البكتيريا فيه وكمان زائد الفايبروزس وكده، ده بيتحول الابيثيليوم بتاع اليورينال بلادر بدل ما كان ترانزيشنال ابيثيليوم تحول الى سكويماس ميتابليزيا، وده بيكون مالجنسي. يعني ده بيكون اصلا زي ورم. ده الورم اللي بيكون اصلا منتشر خالص، خلي في علمكم، في مصر وكمان في بعض الدول العربيه. ده بيحصل بسبب السكويماس ميتابليزيا اللي حصل في اليورينال بلادر. طيب انا بسبب كمان الجرانيلوما والفايبروزس فراحت ايه عمل استركشر كده على اليوريتر وضيقت الفتحه بتاعته. فالبول المفروض اللي بينزل بيتجمع هنا وخلاص انا بنزل اليورين. فتمام انا هنا حابس المنطقه دي وحابس المنطقه دي، فالبول يفضل يتحبس في المنطقه دي، يفضل يتحبس في المنطقه دي، فيحصل هيدرو يوريتر. يعني اليوريتر يزيد في الحجم بسبب ان هو محتبس جواه اليورين. طيب بعد ما احتبس هنا جواه اليورين يروح بعدين يدخل في الكدني، ويروح بعدين يحصل هيدرو نفروزس. الكدني يدخل جواها اليورين ويحصل هيدرو نفروزس بسبب ضغط الميه
يحصل اتروفي للسيل، يحصل اتروفي للخلايا اللي موجوده في الكدني، فبيؤدي بعدين حاجه اسمها رينال فيلير، ودي بتبقى في اخر مراحله اللي هي بتسبب مشكله كبيره خالص اللي هي رينال فيلير، خلاص العين وصل لفشل كلوي. اما عن تشخيص الشيستوزوما هيباتوبيوم فبيكون من خلال الميكروسكوب، ان احنا بنجيب عينه اليورين وبنشوفوها، فبنلاقي فيها اج البويضات بتاعتها، والاج دي طبعا زي ما اتفقنا ان هي بتكون تيرمينال سباين فيها. وكمان ممكن من خلال خاصيه تاني اسمها الهاتشنج تكنيك، ان احنا بنجيب عينه اليورين دي اللي بيبقى فيها البويضات وبنحطها في بنحاول نخففها بالميه وبنعرضها للشمس، وبنعرضها لنفس الظروف اللي كانت متعرضة ليها لما هي نزلت الترعة. تمام. فبيحصل هاتشنج ليها ويطلع منها الميراسيديوم، والميراسيديوم ده نقدر نشوفه بالعين المجردة بواسطة العدسة المكبرة. وكمان ممكن من خلال الليزر، لانه ده بنشوف الاجسام المضاده، لان ده جسم غريب فالجسم بتاعي هيكون ليه اجسام مضاده، فاحنا نقدر نشوفها من خلال الليزر. وممكن كمان من خلال البي سي ار اللي هو الدي ان ايه. وممكن من خلال حاجه مهمه هي السيستوسكوبي. السيستوسكوبي ده بنشوفه لان هي طبعا زي ما احنا اتفقنا ان هي بتتحول لمالجنسي وكده، فاحنا بنضطر ان احنا نشوفها بالسيستوسكوبي، ان احنا بندخل المنظار عشان نشوف اليورين ونشوف شكله هل في تغيرات ولا لا. اما عن ازاي احنا بنعالج، فاحنا بنعالج من خلال البريزيكوينتال، والبريزيكوينتال ده اصلا بنعالج بيه كل التريماتود. فبنديله سنجل اورال دوز، اللي هي بتاخد طبعا عباره عن برشام، فبنديله سنجل اورال دوز، وكمان بنديله حاجه تانية اسمها الميرازايد. اما على البريفنشن والكنترول، اول حاجه نهتم بيها الديفينيتيف هوست الا وهو الانسان، من خلال الهيلث اديوكيشن ان احنا هنعلمه ازاي اللايف سايكل بتتم وازاي الديزيز ده بيحصل. وكمان من خلال الماس تريتمنت ان احنا بندي بروفلاكسس للعيان ده زي البريزوكوينتال. وكمان من خلال السينيتري ديسبوزال ان احنا بنقدر نوفر حمامات خارج المنزل عشان الناس ما تقدرش حاجتها في الترعه. وكمان من خلال ان الميه تكون نظيفه، لان ده مود اوف ترانسميشن بتاع البرازيت. احنا قلنا ممكن لو واحد شرب ميه بتكون ملوثه ممكن تنتقل منها المرض ده. وكمان من خلال السنيل كنترول. السنيل كنترول ده هنتحكم فيه ازاي؟ هنتحكم فيه اول حاجه من خلال الفيزيكال، من خلال اني طبعا هنعمل دبل كاناليزيشن، يعني في ترعه هنعمل قناه جنبيها تاني ناخد فيها الميه ونجفف القناه، نجفف الميه في الترعه الاولى دي عشان كل السنين اللي فيها تموت. تمام. ودي من خلال 6 شهور القناه الجديده اللي احنا فتحناها، بعدين نروح نرجع العمليه تاني وبالتوالي كده. وكمان نقضي على كل الحشائش اللي موجودة حوالين الترعة عشان دي بتاكل منها الاسنان، عشان نقضي على الاسنان. وكمان من خلال البيولوجيكال ان احنا نحاول نربي بط عشان ده برضو بيروح ياكل الاسنان دي. وكمان من خلال الطيور عشان هي برضو بتاكل. ومن خلال النبات اللي بنزرعوه حوالين الترعة ده اللي بيكون مادة سامة للاسنان ده هي البرونايتس ايجيبتيكا. وكمان من خلال الكيميكال اللي هي موليشيسايدز، يعني المواد الكيميائية اللي احنا بنحطوها بدرجات مخففة عشان تقضي على الاسنان اللي موجودة في الترعة. دادة الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام موجودة في لينك أسفل القناة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق كي نستمر في نشر الفيديوهات.